الملك جلالة الملك عبد الله ملك السعودية الشقيقة الغالية العزيزة علينا وعلى كل مصري، مهد الحرمين الشريفين، مهد الرسالة، مهد الإسلام اللي اتولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وأنصاره، اللي كلنا بتهفو قلوبنا كده للمكة والمدينة. الراجل ده سبحان الله يعني مواقفه طول عمره احنا كنا بنبص له بصه عاديه ساكته صبره، ما فيش اي مواقف، ما فيش اهتزازات، ما فيش تشتتات. ولكن الموقف اللي حصل من جلاله الملك عبد الله الاخير اللي هو في عز زنقه مصر وضغط العالم كلهم وتكلبوا علينا وعايزين ياكلونا باسنانهم ويركعونا ويسجدونا ويذلونا، الراجل سبحان الله بقوة الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة يعني، وأظهر الملك ده على حقيقته كلمة واحدة. يعني البيان طبعا ما قالوش بتليفون انا معاكم ومش معاكم بتاع، لا ده بيان للعالم. والسفير هنا بتاع السعوديه واحنا بيكلموه قال لك جلاله الملك يعني مش شويه، الكلمه دي لها معنى، وفعلا الكلمه لها معنى. الراجل الله يبارك له ويجعلها ميزان حسناته ويجعلها نصرة للإسلام اللي عمله، يجعل نصرة للإسلام وللمسلمين، الإسلام المعتدل، مش التشتت ولا الرايات السوداء ولا قتل المسلمين ولا ترويعهم ولا الكلام ده كله. راجل كلمتين اتنين قال الدول المساعدة ان احنا ندي للعرب، ممكن ندوا لمصر اللي عاملين واحنا مع مصر، ونفذ مش قال كلام. والكلمة دي خلت الاتحاد الأوروبي الكلاب بتوع أوروبا لما قعدوا عشان يقعدوا ينهاشوا في مصر قعدوا على قعدتين، وزير خارجية طلع مع بتاع فرنسا كده وأنا أنصح ما تدخلوش كلمة، أنصح كلمة بسيطة، راجل بهدوء هندي اللي هتمنعوه هنديه، الموقف اتغير، قعدوا قعدة ثانية خالص بعد ما كانوا قاعدين هيقطعوها ازاي، هيفرتكوها ازاي. جلاله الملك عبد الله جت سيرتك مع في قعده الجيش والشرطه والفريق السيسي كل سقف لك، وفريق السيسي وقف سقف معاهم، وكان ناقص ان احنا نديك تحيه سلام. انا بعظم لك تعظيم سلام، لا املك الا ان انا اقول لك جزاك الله خيرا، تحيه ليك، تحيه لشعب السعوديه الشقيق، تحيه للدول الخليجيه اللي كلها ايدت موقفك ووقفوا معاك. لكن انت الموقف اللي عدلت الكفه، البرادعي الخسيس سابنا ومشي وخلاص طلع عشان بقى ينهش في اللحم وانتهينا وخلاص، وكل واحد وضب بالشوكه والسكينه قطع في مصر وياكل فيها. كلمه منك قلبت الدنيا بفضل الله وبقوة الله، ربنا جعل في كلمتك قوة نطرت كل البلاوي دول على جنب ونصرت وعدلت الكفة خالص، وابتدينا في اتزان تام. ربنا يبارك لك ويجعلها في ميزان حسناتك، ونرجع تاني المثلث المعتدل بتاع الإسلام اللي هو مصر والسعودية ويعني والمجلس التعاون الخليجي ومصر بقوتها وثقلها. ربنا يبارك لك. أنا ما انساش سنة 73، وأنا أعتقد إن موقفك ده أقوى من 73. 73 كان ساعة حالة حرب، والكل ساعة حرب لحد ما بيعملش، لكن احنا فيه ده حرب على الإرهاب وحرب خفية وفتنة داخلية، وربنا إن شاء الله هينصرنا بيك وهينصر الإسلام بيك وبينا، وربنا يجعلها ميزان حسناتك. جزاكم الله خيرا، وتحية إعزاز وتقدير وإجلال لملك السعودية والشعب السعودية والدول الخليج جميعا اللي وقفت معانا فيما عدا الدولة الخسيسة.